معاكم دكتور محمد بحروس. اما جيت اكتب عن الشخصيه المصريه حسيت بحيره جامده، لاني لقيت نفسي قدام كم هائل من الصفات المختلفه المتناقضه في نفس الوقت، شبه مناطق عشوائيه زمان، واللي كان فيها الفقر المدقع والغنى الفاحش، وفيها الظلم والعدل، وفيها القسوه في اشد صورها، وفيها الرحمه في اجمل صورها، وفيها العلم والعلماء، وفيها الجهل، وفيها الازهر والحسين والسيده نفيسه والكاتدرائيه المرقصيه والجامعات الاسلاميه والمسيحيه، وفيها شارع الهرم واستوديوهات انتاج الفيديو كليب، وفيها الطيبه والقسوه، وفيها الشهامه والندالة، وفيها السماحه والتعصب، وفيها الفن الجميل والقبح، وفيها القصور الشيك والعمارات البايشه، وفيها دي اسمها الازدواجيه المصريه، ودي من اكتر الامراض النفسيه والمجتمعيه اللي بيعاني منها المجتمع. المشكله هنا ان الافراد غالبا مش بيحطوا نفسهم مكان الاخرين، لكن بيحطوا نفسهم الحاكم والجلاد في اي موضوع ما يخصهمش، ويبقوا كل المحامين متجمعين لو مسهم من قريب او من بعيد. تطور قيم المجتمع المصري في نص القرن الماضي غير كتير من عادات الأسرة، زي مثلا الوجبات السريعة في المطاعم أو المنازل، وده أدى لإلغاء المناخ الاجتماعي والنفسي بتاع التجمع عشان ناكل مع بعضنا جوه البيت، وقعدة الأسرة وتبادل الموضوعات والخبرات وهما بياكلوا، وإشباع الحاجات النفسية العاطفية الاجتماعية. الفزع التكنولوجي والمقارنات خلت كتير من الآباء بيشتغلوا أعمال إضافية أو أعمال حرة فترات طويلة، الموضوع اللي قلص دورهم في تربية أولادهم، واداها الأم اللي في كتير من الأحيان بتبقى بيشتغلوا مع الرجالة في نفس التوقيت، ونتيجة لغياب السلطة الأبوية وآليات ضبط الأسرة مفيش أب ومفيش أم. تفتكر مين هيربي غير الدراما والإنترنت؟ الانترنت وما ادراك عمل فرقه جامده بين افراد الاسره، ساعات بتواجه اشخاص غريبه في البيت اما النت يقطع، والله اشخاص مختلفين ما تعرفهمش، احلامهم وامالهم وافكارهم ورغباتهم كلها بره الواقع، افكار افتراضيه. كمان المصريين ما سابوش موقف او مناسبه سعيده او حزينه الا وحولوها لنكته، بقى شعب دمه خفيف، ففي احلك الظروف دايما تخرج النكته وراها جمله اضحك ما حدش واخد منها حاجه. هو الشعب الوحيد اللي بيشجع الصناعات الخارجيه بمختلف انواعها وما يشجعش الصناعه المحليه، فتلاقيه دايما يدور على البراندات ويسيب الماركه المكتوب عليها انها صناعه برده، يجيب الصيني الكوري التايواني الياباني ويشجع الابتكارات المستورده، فتلاقيه يشجع المحمول الصيني برغم انه عارف انه مش هيستحمل شهرين، ومع ذلك بيتميز بالروح الرياضيه. من اهم الشعب المصري كمان ان عينه مليانه، ممكن يكون جعان وصعب يطلب من حد نديه اكل، والفرد لو عزم حد عليه بحاجه ما يترددش في الرفض بحجه انه لسه واكل والله حالا ومفيش مكان للاكل ده. المصري كمان بيتميز بكونه ذكي متدين طيب فنان ساخر عاشق للاستقرار، وده استقر فيه الصفة دي لوقت طويل، لكن حصلت تغيرات جذرية، وشخصية الفهلاوي في كل المستويات الاجتماعية المصرية وفي كل المجالات حتى الدينية والعلمية والسياسية. كون الشخصية دي خفة الظل والحداقة والشطارة والقدرة على المراوغة، كوكتيل سعادة ادى المصريين القدرة الفائقة على طمس سنين طويلة سكنها السواد والحزن. يمكن يكون هو ده الجانب المشرق للفهلاوي عنده، وشخصية الفهلاوي تشوفها وانت بتركن عربيتك جنب اي رصيف او تخرج بيها فتتفاجئ بان الارض انشقت وخرج منها شخص ووقف قدامها او وراها عشان ياخد منك فلوس وبس. تلاقي الفهلاوي قابلك وكأنك تعرفه من زمن ويقول لك بشكل سمج وتقيل كل سنة وانت طيب يا بيه، او يقول لك وانت جاي من المطار الحمد لله على السلامة نورت مصر. من كتر ما الكلام ده بيتردد في كل الظروف بقى مدلول سلبي يخليك تكره تسمعها. كمان تلاقي المصري اللي ما كملش دراسته عند مرحلة معينة
بسبب ظروف معينة خاصة بيه، لكن يسكت؟ لا، يقلب كبير جنرالات القهاوي ويتكلم في كل المواضيع: سياسة، اقتصاد، أمن، وبالطبع الحاجات العسكرية، وأحيانا المناخية والفلكية والأسلحة الفتاكة لو طلبت معاه كمان. وفهلاوي دايما بيكون خفيف الظل، خفيف الحركة، يغري بالقدرة على تخليص الأمور الصعبة المعقدة، ويغري بالرغبة في المساعدة في حل المشكلات العويصة. فكل عقدة عند الفهلاوي ولها ألف حل، وكل شخص عنده له مفتاح وتمن. ده كمان غير الفشخرة. ساعات كتير وعلى الأخص في الريف يعانوا من قلة الجواز، ويطلبوا مهور مبالغ فيها، لا، ويطلبوا الجهاز خزعبلي، لازم 150 فوطة و200 ملاية وشاشتين وثلاث غسالات، وبعدين تدخل الأم السجن وتبقى من الغارمات. زمان قريت جملة مكتوبة على مدخل مصر الشرقي بتقول: يا داخل مصر في منك كتير. يعني لو انت طيب منك كتير، شرير منك كتير، عالم منك كتير، حتى لو مجرم منك كتير، ولو ناسك منك كتير. اما فكرت فيها لقيتها صحيحة جدا. ربنا يزيد مصر كل الخير ويبعد عنها الازدواجية.